اهلا بيكم في حلقة جديدة من فرق نقطة. بعد 6 جولات ليفربول بيتصدر الحمد لله، يعني يا رب تكمل. الاداء ما كانش احسن حاجة بس اهو متصدرين. بنشوف تعثر السيتي، يعني ان شاء الله يتعثروا دايما كده ان شاء الله ان شاء الله. وارسنال بتفلت بفوز صعب من ليستر سيتي. هنحكي شوية عن الجولة وملخصها كده. متنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب قبل ما نبدأ كده، عشان ايه نخش مع بعض حلوين ونبدأ ونشوف الصدارة هتفضل ولا هتتاخد مننا امتى. فيلا بينا نبدأ. هنبدأ أول ماتش معانا ليفربول بعد ما تصدرت بفرق نقطة. ليفربول تصدرت، احنا فارقين وكل حاجة، بس الأداء وحش. ليفربول لعبت ماتش يمكن من أوحش ماتشاتها في الدوري بعد ماتش نوتنجهام، يعني بننافس بعض في الوحاشة في الماتشين دول. انت نص ملعبنا ايه ده نص ملعب الاسماعيلي ارحم، يعني مفيش اي حلول، مفيش اي ابداع. سوبوسلاي يعني بيعلي على نفسه في الوحاشه بتزيد. ماك اليستر مش عارف. بصراحه عشان برضه اكون حقاني، ماك اليستر وجرافنبرغ في استرداد الكوره حلوين جدا. فكره بقى في انك تصنع فرص مش قوي، يعني المفروض دي بقى مهمه سوبوسلاي برضه. لا يعني كذا فرصة بتيجي ما بيبقاش عارف هيعمل ايه، يا بيرجع لورا. حاجات فينالدوم خالص اللي كانت بتعصبني زمان. مش عارف ازاي صانع العابنا مش بيصنع فرص. بس يعني الشوط الاول ليفربول ما كانش احسن حاجة، بس قدر انه يسجل جول. بعديها غلطة من كوناتيه واليسون ما فهموش بعض. ايات نوري بيسجل، ايات نوري اللي قلنا واتكلمنا عليه كذا مرة ان هو لعيب جامد، وفعلا من احسن اللعيبة في وولفرهامبتون، واحسن لعيبة يعني يمكن من احسن الباكات في الدوري لحد دلوقتي. بيخش فيهم اجوان كتير، بس حلوله الهجوميه جامده جدا، مفيد بصراحه في الفريق. في نفس الوقت بنشوف صلاح اللي ما كانش موجود غير في لقطه ضربه الجزاء. صلاح بقاله فتره من بعد ماتش اليونايتد، من بعد موضوع التجديد بتاع عقده وكده، لا مش في الملعب، مش قوي في الملعب، مش حاضر. في ماتش الميلان ضيع فرص كتير، بس برضه في الدوري لا مش احسن حاجه. ما بنشوفش صلاح مؤثر قوي زي زمان. ايات نوري عمل ماتش رائع. صلاح لولا البيلين ما كانش هيتم ذكر اسمه اصلا في الماتش، لان فعلا هو كانت كل كرة بتيجي مفيش خطورة بتحصل من عنده دايما. يعني الماتش ده كانت الخطورة اكتر من جوتا هو صنع هدفين، حصل على ضربة جزاء وصنع هدف الاول. الخطورة مش من ناحية صلاح خالص. هل هنشوف في روتيشن مثلا؟ هل هنشوف كيزا بيشارك؟ هل ممكن نشوف جاكبو بقى بدأ يلعب انه راجل جاهز وفورمه مستوى احسن بكتير؟ بس المهم ليفربول بيقدر يسجل هدفين. الهدف الاول صناعه جوتا، بصراحه جون حلو قوي، يعني عرضيه رهيبه من جوتا بشماله، هو اصلا ايمن. كوناتي بيستغلها وبينط يجيبها. بعديها على طول وولفرهامبتون بتسجل بغلطه كوناتي واليسون مع بعض. يعني مش هقدر البس حد الغلطه الصراحه، بس الحمد لله سيميدو بيتغابى وبيقوم حاضن جوتا في منطقه الجزاء، بنحصل على ضربة جزاء صلاح بيسجلها. في المجمل ليفربول متصدر، بس برضه في مشاكل زي ما قلنا. فهل هنشوف ليفربول قادر يفضل في مكانه ده، ولا هيبدأ التعثر يظهر؟ هنروح بقى نتكلم عن بقية الفرق المتعثرة اللي مش متصدرين. نبدأ بأول ماتش معانا، ماتش مانشستر سيتي ونيوكاسل. نيوكاسل يعني عايز اشيد بيهم بصراحة، لعب ماتش حلو قوي. بيبدأوا الشوط الأول بضغط رهيب على السيتي، يعني يمكن السيتي ما كانتش عارفه تطلع من ضغط نيوكاسل. لان جت الدقيقه 27 بنشوف السيتي بيطلع شويه من ضغط، بعد كده الكره بتروح لجريليش بيلعبها جفارديول بيقدر يسجل. بعد يعني ممكن شويه نقول ان الغلطه غلطه بيرن، بس مش مشكله. بعد الجون السيتي خلاص بيمسك الكره اكتر، بقى متحرر اكتر، اللعب بقى بيتوزع بطريقه اسهل لحد ما الشوط الاول خلص. الشوط الثاني بنشوف نيوكاسل بتبدا بنفس الطريقه، ضغط برضو، والسيتي بيصعب الامر عليها اكتر. وانا شايف ان الصعوبه دي جت بان جوندوجان برضو في نص الملعب ما كانش احسن حاجه. جوندوجان مش عارف هو كان مش قادر ولا ايه بصراحه. اي كره بتجيله كانت تحسها بطيئه قوي كده. وفي كوره كانت جايه له في الشوط الاول برضو كان المفروض هيخلصها من لمسه واحده، خبطت في رجله الشمال وطلعت اوت. حاجه عجيبه كده. بعد كده بشويه نيوكاسل بتقدر انها تسجل. بنشوف جوردون بذكاء منه بيقدر انه ياخد ضربه الجزاء، بيخش وبيسجلها، بتتعادل نيوكاسل. ماتش بعد كده بيبقى يعني
السيتي ماسكه الكوره بتقعد تدور الملعب، ما يعرفوش يلاقوا فرصه، نيوكاسل تحاول تروح بكوره طويله تانية، الموضوع بيصعب برضو. الماتش بقى كده بقى عادي. بس هي الفكره احنا عايزين نتكلم عن فكره الدكه والتبديلات. انت الماتش زي ده خلاص ماتش مقفل ما فيش حلول، طلع جندوجان من بدري، نزل بقى فودن، نزل سافيو اللي هو مدشمل الدنيا حرفيا من ساعه ما جه، وفودن اللي عنده حلول كتير انت سايبه على الدكه كل ده. بعد كده يعني عملت تغيير غريبه قوي، دوكو نزل بدل جريليش، قصب بقصب يعني. يمكن اصلا جريليش اخطر من دوكو بياخد الكوره يقعد يا بيلعب على عرضيه ملهاش لازمه يا بتروح في الاوت. ليه اصلا جريليش ما يكملش الماتش عادي، بما ان كده كده هي مش فارقه، ليفت وينج بليفت وينج، تنزل سافيو بدل برناردو سيلفا وتنزل فودن بدل جندوجان، بانك عايز تهاجم وعايز تجيب جول. يعني انت شايف اصلا الماتش بيصعب، وهالاند مش لاقي فرصه يعدي، مش لاقي فرصه ياخد الكوره. في الاخر السيتي بينهي الماتش بالطريقه اللي كان المفروض يبدا بيها، بينزل سافيو بينزل فودن. يعني انت كان المفروض من الاول اصلا انت بتلعب قدام فرقه بتمتاز بالتحولات السريعه، فكان المفروض ما تلعبش ببرناردو وجندوجان اللي هم بطاء شويه وتنزل الناس دي من الاول. بشوفها غلطه غريبه الصراحه، وانت بتلعب فريق زي نيوكاسل وعلى ارضه كمان. الناحيه الثانيه ايدي هاو بيلعب ماتش حلو جدا بصراحه، ومن غير مهاجم. يعني ماتش زي ده لو في ايزاك كانت النتيجه اختلفت خالص، خصوصا ان عمق السيتي كان سداح مداح زي ما بنقول كده، بان جندوجان مش عارف يرجع اصلا، وكوفازيتش مش قوي برضه لسه. السيتي يعني لو فضل مستمر كده فاحنا ممكن نشوفه بيتعثر كتير قدام الفرق، وان الفرق خلاص بقت حافظه فكره انها عارفه تقفل ورا ومفيش فرص بتخلقها للسيتي. هنشوف الفتره الجايه هتمشي ازاي. نروح لماتش ارسنال وليستر سيتي، الماتش اللي كان فيه مش عارف كان هيبقى فيه كامباك، بس اللي حصل بقى بعد كده. الشوط الاول بنشوف ارسنال حرفيا مسيطره على الماتش كله، بتلعب لوحدها، مفيش اي رد فعل من ليستر لحد الشوط ما خلص. ماسكه الكوره بتدوروها يجيبوا جون يجيبوا التاني، ليستر برضو لسه مفيش اي حركه. بعد بقى مع بدايه الشوط التاني ليستر فريق جديد نزل الملعب، ما شفتش ليستر كده من مده الصراحه. ليستر بيظهر بشخصيه بصراحه كبيره، بيجيبوا جونين، الجون التاني كان جامد قوي الصراحه، جامد قوي. بس برضو يعني زي ما بيقولوا كده الحلو ما بيكملش. جاستن جاب جونين بس هو كان السبب ارسنال ترجع ويجيب جون، او مش يجيب جون، هو بيطفش الكوره بتخبط في هافريتس بتخش جون، كانت هتتحسب اوفسايد بس ما اتحسبتش، حسب الجون يعني. في نفس الوقت بنشوف انديدي اللي عمل شوط تاني حلو جدا، بيصنع الهدف التاني لجاستن، بس في نفس الوقت بيتسبب في ان الجون يخش فيهم، ارسنال بتكسب فوز صعب. بس في الاول وفي الاخر برضو ارسنال عندها غياب اوديجارد ممكن يكون مؤثر شويه، بتقدر تاخد ال3 نقط. كان ماتش حلو بصراحه. الشوط الثاني ممكن نلخصه في الاثنين دول. في نفس الوقت بنشوف كاليفيوري برضو الثاني ماتشاته اللي بيبداها بيلعب ماتش حلو جدا. ناس هتقول قدام ليستر قدام، بس برضو يعني مع ليستر زي ما انت شايف كانت هتكسب عادي، بس لا الراجل كان يعني لاعب ماتش حلو. نوانيري اللاعب الناشئ اللي نزل رقص الفرق كلها، ده رقص ليستر كلها. الواد بيعمل حاجات ساكا ما بيعرفش يعملها، الله يخرب بيتك يا ساكا. واخيرا حارس ليستر سيتي بيعمل 13 سيف في الماتش، يعني وكان باقي له سيف ويجيب رقم دخيا 14 سيف كاعلى تصديات في ماتش واحد. بصراحه كان عامل شغل عالي قوي. وبس ده كان كل كلامنا عن ارسنال. نروح لماتش تشيلسي وبرايتون اللي كان ماتش يعني بلاي ستيشن. الشوط الاول دخل فيه 6 جوال، شوط فيه 6 جوال كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بنشوف كده تشيلسي بتعمل حاجات بقالنا زمن ما شفناش. تشيلسي بتبدا الماتش حلو بصراحه، بس برضو برايتون بتلعب حلو. شفنا غلطه من سانشيز فبرايتون تسجل منها، اللي بعديها اعتذر سانشيز وبيقول ساعات انا اغلط الفريق يشيلني، ساعات الفريق يغلط انا اشيله، وهكذا، عشان كده احنا فريق. كلام مؤثر بس ما علينا. بالمر بيجيب 4 اجوال في شوط، يعني احنا كنا فاكرين هالاند هاتريك في ماتشين ورا بعض دي حاجه صعبه، لا بالمر بيجيب 4 في ماتش في شوط، في ماتش في شوط واحد بيجيب 4 اجوال، وكان ممكن يبقوا 5. الشوط الثاني بالمر بيضيع واحده سهله. تشيلسي عموما انت المفروض بقى نازل الشوط الثاني ده مستريح، خلاص بقى الماتش خلصان 4-2، بتلعب على ارضك، الامور سهله. لا تشيلسي بتضيع فرص كتيره قوي. جاكسون مضيع كورتين، مش عارف هم كورتين ولا 6 هم كانوا كتير قوي. جاكسون ضيع واحده والجون فاضي، عدى الحارس وفضل متنح ساعه عقبال ما عدى رجله عشان يشوط. طب يا ابني طب انت عايز ايه؟ كره تانية بيجري حرفيا كان هيبوس الحارس، يعني كان خلاص هو والحارس فرق سنتي، قام المدافع دخل عمل له بلوك تاني. مش عارف هو جاكسون ساعات يعمل ماتش
وساعات يعمل ماتش ما بنشوفوش يعني حاجه كده. احمد السعيدي. تشيلسي لعبت ماتش حلو جدا بصراحه. برايتون يعني يمكن اتفاجئت من الاداء، بس برضو تشيلسي ما اطمناش قوي. بس في حاجه حلوه في تشيلسي المفروض نذكرها، سانشو الصراحه مش طبيعي. الراجل بيرقص اي حد، عامل اسيستين منهم يعني حصل على ضربه جزاء وعمل اسيست. دو حلو قوي مع بالمر. مدويكي الناحيه الثانيه بقى يأنن من بعد الهاتريك، انا عايز اجيب جون عايز اجيب جون. يا ابني العب، انت بتقعد 90 دقيقه عيل صغير حرفيا ماسك الكوره مش عايز تسيبها، هاتولي الكوره انا عايز اجيب جون. وربنا يستر من جاكسون عشان جماهير تشيلسي شكلها هتتعب جامد معاه. نروح بالنسبه لي انا امتع ماتش في الجوله، ماتش استون فيلا وابسويتش. بالنسبه لي احسن من تشيلسي. يعني تشيلسي الشوط الاول كان حلو قوي، بس بعد كده عادي مفيش قوي. الماتش ده كان حلو قوي بتاع استون فيلا. اول مره اشوف فريق صاعد بيلعب بالشخصيه دي الصراحه. بيلعبوا حلو قوي على ارضهم. ابسويتش يجيبوا جون في اول الدقائق من ديلاب، اللي هو بالمناسبه اعاره من مانشستر سيتي. انت متخيل هم المعارين من السيتي عاملين ازاي؟ استون فيلا بعديها بعد ما الجون بيخش بتبدا تهدى كده وتلعب كورتها. تيجي الكوره غلطه من جريفز المدافع بتروح لواتكنز بيديها الروجرز بيسجل اول اهدافه وبيعمل احتفاله، اللي هو بالمر قال ان ده احتفاله مش احتفال، ما علينا يعني من المشكله دي. بعد كده الشوط الاول بيخلص، الشوط الثاني بيبدا. ابسويتش بتنزل تلعب الشوط الثاني بهدوء، تخلق كذا فرصه. كان في لعيبه خطيره قوي، اومار هاتشسون، كلارك، الديلاب ذات نفسه برضو كان جات له كذا فرصه. في كوره كانت انفراد تام لديلاب، مارتينيز بيشيلها بصراحه بطريقه حلوه قوي. من اللعيبه برضو اللي كانت عامله ماتش كويس مع ابسويتش ديفيز الباك الشمال. في خطوره بيقدروا بيطلعوا من المنطقه دي كويس، بيقدروا يخلقوا فرص بشكل كبير بصراحه. عندهم كذا لعيب. طبعا كده عمهم سمورسي يعني مش هنتكلم. الراجل يعني بيتبصلوا وسط 3 عادي، كوره بتروح عادي اهو. لعيب كوره اهو، عنده 33 سنه، كابتن الفريق، ما بيروحش منتخب مصر. حاجه دارك كوميدي. ما علينا. بنشوف كالفين فيليبس بيعود من الموت، بيلعب ماتش حلو جدا بصراحه. الماتش ده ان شاء الله نشوفه كده فايق زي ايام ليدز، هو مع الفرقه اللي لسه صاعده دي بيبقى كويس. الناحيه الثانيه بقى نروح لاستون فيلا. استون فيلا من بعد الشوط الثاني بدا بشويه، روجرز خلاص فرهد مش قادر خلاص، فبيضطر يطلع. بينزل دوران ولعيب تاني مش فاكر اسمه الصراحه، اوجبين مش عارف ايه كده. بيبقى الوضع كما هو عليه. استون فيلا ما بتقدرش تخلق فرصه حقيقيه، ما فيش يعني يمكن ما سجلوش جون. بعد كده خلاص الماتش بيبقى هادي خالص. بالعكس ابسويتش تقدر تنجح وتاخد التعادل. صراحه ماتش 10 من 10 لفريق ابسويتش. ملعبهم شكله كده هيبقى رخم في بقيه الدوري. نروح لاخر ماتش معانا في الجوله، ماتش مانشستر يونايتد وتوتنهام. مانشستر يونايتد غريم المالت اللي هو مركز 12 يا مالت. ما علينا. عم بوحة ورانا بيبدا بتشكيل كويس، وبدأ بتشكيل كويس، بس ادوار في الملعب مش احسن حاجه. انت بدأت بماينو واوجارتي ما بيعرفش يلعب كوره. يعني هو راجل انت هاته، انا هقطع لك الكوره واديها لك، شوف انت عايز تعمل بيها ايه. هيديها لمين؟ ماينو مش هيعمل لك كل حاجه. ماينو برضو يعني لسه صغير، عنده كام 18 سنه 19 سنه. فالمفروض اللي يوزع اللعب مين؟ برونو. انت بقى قمت عامل ايه يا بوحه؟ فمخلي برونو يلعب جنب زيركزي. برونو بقى مهاجم يعتبر، يعني مش المفروض بقى برونو ينزل ويشوف بقى الملعب ويودي جرناتشو. هو بقى يبدا جرناتشو، هو بيبدا بقى تخلي برونو ده يودي راشفورد، يودي زيركزي اللي انت المفروض جايبه يفنش لك الحاجات دي. لا انت سايبه قدام، تصرف انت بقى اوجارت انت وماين. النتيجه ايه؟ توتنهام بتعمل احلى ماتش في الدوري الموسم ده. اول كلين شيت ياخدوه على ملعب مانشستر يونايتد. طب ازاي يعني؟ ازاي انا بلعب في الاولد ترافورد اخد اصلا كلين شيت؟ ليفربول تاخد كلين شيت ماشي، ليفربول كده بتروق اليونايتد اخر كام سنه. توتنهام تاخد اول كلين شيت على ملعب مانشستر يونايتد، دي غريبه الصراحه. السير عايش اهو، هيجي له ذبحه من اللي بيحصل ده. توتنهام بتلعب ماتش حلو جدا. الجون الاول يعني حاجه كده ايه، لما تكون بتلعب فوت شامبيونز واللي قدامك يجي له ديسكونكتد في النتورك مثلا. اخد الكوره فان ديفين بيضرب سبرنت، شكرا خلاص، وريني مين هيحصلني. الراجل طلقه ده اخد الملعب في ايه كده. انا ببص كده لقيته جاب جول. فان ديفين اخد الكوره بيروح، وبالمناسبه الكوره دي اصلا مقطوعه من راشفورد. المفروض بقى انت ابن النادي بقى، الكوره اتقطعت منك تجري على طول تجيب اللي بيجري ده ومحدش عارف يمسكه، تقوم جايبه من التيشيرت اخد انذار. لا انت فضلت واقف
انت بتعمل ايه يا عم؟ انت بتعمل ايه يا عم؟ ارجع دافع، شوف فريقك. المساحه كانت مفتوحه جدا، اللعيبه ما لحقتش تتمركز صح، فنتج عنها عرضيه عبيطه جدا لجونسون بيحطها من على الخط جول. بعد كده خلاص توتنهام بتمسك الماتش تماما يعني. طرد برونو بيجي بيصعب الماتش اكتر. وبالمناسبه يعني طرد برونو ده من اغرب الحاجات اللي انا شفتها. برونو يستحق الطرد عادي، بس تغيير تنهاج، انت خلاص فاضل على الشوط دقيقتين تقريبا، خلاص فدقيقتين هتدافع، مش هتخلي في خطورة عليك، هتنزل بقى الشوط التاني بقى تفكر كده، تقعد كده في الربع ساعة الاستراحة دي تشوف هتعمل ايه، هنزل مين مش عارف ايه. لا، انت قبل ما الشوط يخلص نزلت ماونت بدل ماينو. طب انت عايز ايه يعني؟ فين الحل يعني؟ حتى لو ماينو اتصاب يعني عادي، ماينو دقيقه حبيبي وهتطلع بره، هتغور خالص من الملعب، انت ايه المشكله يعني؟ بينزل ميسون ماونت، مش عارف، انا نفسي افهم ميسون ماونت كان دوره ايه في الملعب يعني؟ هل هو بيدافع ولا نازل عشان يبني هو الهجمه، ولا نازل عشان يسجل، ولا نازل يعمل ايه؟ انا مش فاهم يعني. انت عايز تدافع بقى خلاص، دخل فيك جول، هتنزل ماينو، هتطلع ماينو تنزل كازيميرو. ده اللي انا كنت متخيله يعني، ان انت خلاص هتقفل بقى لحد ما الشوط يخلص وكده. طب انت منزل ماونت على انهي اساس؟ هل ماونت مثلا بتستبدله بدور برونو يعني؟ هل هو هيعمل دور برونو؟ هيبقى قدام مع زيركزي برضه، طرد منك واحد اوريدي، فانت عايز تقفل ورا، انت بتزود المشاكل الدفاعيه كده، مش بتقللها صراحه. مانشستر يونايتد يعني لو المدرب ده فضل مكمل، ولا هتقدم ولا هتاخر، تفضل زي ما هي كده، ومش بعيد الموضوع يبقى يزداد سوء اصلا عليهم وعلى جماهيرهم. الناحيه الثانيه توتنهام بتلعب ماتش حلو قوي بصراحه، بيمارسوا ضغطهم الطبيعي. احنا ما بنرجعش في نص ملعبنا، لا احنا هنجيلك وهناخد الكره منك. فهو قام عامل ايه؟ قام بادئ باوجارتي اللي ما بيعرفش يلعب كوره، وماينو اتصاب، فقام منزل ماونت اللي هو يعني كان مصاب اصلا، فانا مش عارف هو بيعمل ايه. فتوتنهام بتفرض نفسها بصراحة، بتاخد الماتش عادي بسهولة، بتسجل 3 جوال، بنشوف سولانكي بيسجل تاني وبيحتفل احتفالاته بتاعت الانمي دي، وبيحب هو الحاجات دي. نشوف برضو فيرنر بيضيع كذا كورة، ضيع انفرادين يعني ما فيهاش كلام، هو انفرادين صراحة جدا بيضيعهم يعني. ده لو سون كان الجون جه من قبل ما يستلم اصلا. جونسون برضو بيشوط واحدة حلوة في العارضة، جونسون اللي برضو اقولها تاني، من بعد ما قفل اكونتاته بقى يلعب احسن بكتير. في الاخر الماتش ده كان عادي ممكن يخلص 5-6 وتبقى نتيجة تاريخية، بس يعني لولا فيرنر كان الموضوع اختلف شوية. بس دي كانت نهاية حلقتنا، اشوفكم الحلقات الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب، وما تنساش ان ليفربول متصدر فرق نقطة.